دلوقتي احنا مع الجزء الثاني من الحكايه للوحه التاسيسيه للدوله المصريه. في الجزء الاولاني احنا شفنا مع بعض ازاي الملك وهو بيقتل حاكم من حكام الشمال، وازاي ان الملك قدر ان هو بالفعل يسيطر على 6 مقاطعات اللي هم تحت حورس بالظبط، وهو ماسكهم بحبل مربوط في الانف بتاعه الراس المرتبطه بالارض الشمال. واتكلمنا عن الاثنين اللي بيهربوا. دلوقتي احنا عايزين نشوف النتيجه النهائيه ايه بعد ما عمل الكلام دوت. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي بالظبط؟ هل الملك في الحاله دي خلاص نجح ان هو يسيطر على ارض الشمال؟ هو هنا بيحكي لنا هو عمل ايه بعد كده على حجر. على فكره الحجر هنا لو بصينا له كويس هنلاقي سمك الحجر 6 سم ونص، مش كبير يعني. وطول الحجر حوالي 65 سم، في عرض حوالي 45 سم، فهو الحجم مش كبير، لكن بيحكي قصه كبيره جدا وبيتكلم عن موضوع بتفاصيل رهيبه. احنا طولنا شويه طبعا، بس احنا بنحاول نتعلم مع بعض ونستمتع بالاثر. على فكره المتعه هنا متعه انك تبص للتفاصيل، مش متعه بس انك تعرف الاثر، تعرف عنه التاريخ او التفاصيل العامه والمعلومات العامه عن الاثر. احنا في الحلقه دي بنحاول نتعلم، نخش في التفاصيل مع بعض، نقرا، نتفرج على الفيديو اللي هو حكيه لنا عن طريق النحت على الحجر. عامل لنا فيديو على فكره، المنظر ده هو فيديو مقسوم لجزئين، واحنا دلوقتي بنحاول نتفرج عليه مع بعض، بنفسره مع بعض. طيب هنبص من جديد على الجزء الاعلى من الصلايه، وهنلاقي الصورتين بتوع حتحور بالقرون بتاعتها، ووجه الانثى الممزوج بوجه البقره، مع اسم الملك في الفورم اللي هو او اللي احنا بنسميه الصرخ، او واجهه القصر، او المربع اللي مكتوب فيه الاسم الملكي اللي موجود هنا في الصلايه. طيب الجزء الاعلى منها بنفس الشكل اللي احنا شفناه الناحيه الثانيه، بس لو احنا ركزنا شويه هنلاقي ان المنطقه دي او الرسمه دي كبرت شويه عن الحجم اللي موجود في الناحيه الثانيه. ده معناه ايه؟ معناه ان الملك هنا كبر المملكه بتاعته. تعالوا ننزل بقى تحت في الجزء الادنى، هنلاقي ان المنظر التوضيحي هنا هنلاقي صوره او رسم اكبر شويه من الرسومات اللي احنا شفناها في الوجه الاول من الصلايه، وهنلاقي الحكايه اللي نقدر نقراها من الشمال لليمين او من اليمين للشمال بشكل جميل جدا وشكل واضح جدا. طبعا انت لو بصيت لها عاده، برضو انا بحب اقول دايما دوت للسواح لما بيبقوا معايا، الزباين الناس بتاعتي السواح او الزائرين اللي بيجوا، فبحب دايما افكرهم بالموضوع ده، ان التاريخ والمتاحف في العموم بتبقى الى حد كبير ممله. يعني انا لو مسكت كتاب تاريخ من غير ما اكون انا او للقرايه العامه او للمعلومات العامه، ممكن جدا ان انا امل بعد ما اقرا صفحتين او 3. اللي بيجي المتحف هنا بيجي غالبا علشان، او مش هنا المتحف بس، اي متحف في العالم انت بتروح علشان قطعه محدده. يعني لو انت رحت برلين هتروح علشان تدور على راس الملكه نفرتيتي، وهي اشهر قطعه موجوده في المتحف. بعد ما شفت القطعه ديت عجبتك، اتبسطت بيها، هتمشي حوالين الفاترين اللي موجوده في المتحف دوت، هتشوف فاترينا، هتشوف 2، هتشوف اثر، هتشوف 2 3 10. بعد شويه هتبدا تمل، بعد شويه هتقول خلاص كفايه كده، انا يعني تمام الزياره بالنسبه لي كده حلو قوي، انا ممكن اروح بقى اشرب قهوه او اتغدى او ان انا اعمل جوله في البلد واشوف مناظر مختلفه. احنا مع بعض هنا بنحاول نتعلم الموضوع بشكل مختلف، وبنحاول نعيش في الموضوع، بنحاول زي ما بقول كده نستمتع بيه وكاننا بنتفرج على ماتش كوره او فيلم في السينما او حاجه احنا بنحبها، نتعلم منها، بتحكي لنا حكايه. مش على فكره الموضوع مش ممل قوي، لو احنا عرفنا نقراه ازاي هنلاقيه جميل قوي وممتع، وان احنا ممكن نبحث فيه مع بعض كويس قوي. تعالوا نبص بقى مع بعض الملك وهو بيحكي لنا ازاي انتصر وازاي بيحتفل بانتصاره على الشماليين، وان هو بيحط فوق راسه تاج الشمال. اول منظر ممكن نقراها من الشمال لليمين، هنشوف خادم الملك وهو في ايده الشمال الصندل الملك، وفي ايده اليمين ابريق الميه. زي ما احنا قلنا قبل كده في الناحيه الثانيه دايما ده موجود في الصوره الاولانيه في الصوره الثانيه، وده خادم مماثل او متصل دايما بوجود او الملك، بوجود الملك بوجوده. بعد كده الملك، بصوا المنظر الملك كويس قوي، هو مش بنفس الحجم بتاع الشكل في الوجه الاول من اللوحه، ولكن هو حجمه هنا اصغر، ولكن هو في نفس الوقت اكبر حجما من الجميع. هنلاقي دايما الملك هو الاعظم، الاقوى، الاجمل، الاعلى ما بين الرسومات الموجوده. هنلاقي الملك هنا غير التاج. يعني في الوجه الاولاني لقينا ان التاج اللي فوق راسه هو تاج زي القرطاس الطويل اللي فوق الراس. هنا هنلاقي التاج اختلف، وده بنسميه تاج الايه؟ تاج الشمال، التاج الاحمر. التاج الاحمر
ونركز هنا شويه، هو هنا ما حطش التاجين مع بعض، هو خلاص هو ملك الجنوب، هو مش محتاج انه حتى من تاج الجنوب، هو هنا بيحتفل بالنصر اللي عمله على الشمال، فبيحط فوق راسه او بيلبس فوق راسه التاج الشمالي او التاج الاحمر. طيب الملك هنا واقف ماسك نفس الفأس الملكيه في ايده الشمال، الناحيه الثانيه شفناها في ايده اليمين وهو بيدي القبض، بيدي الضربه الاخيره للعدو. الناحيه المره ديت هو ماسك في ايده الشمال الفأس الملكيه، لان هو مش بيستخدمها، ولكن هي دايما مصاحبه للملك وتعبر عن قوه الملك وسطوته. طيب هنلاقي ايده محطوطه على صدره وفيها رمزين، الرمزين دول بيعبروا عن قوة الملك، بيعبروا عن سطوة الملك، والرمزين هنا نقدر برضو نعتبرهم الشمال والجنوب، هو دلوقتي ملك الشمال والجنوب بعد ما حصل على او انتصر على شمالين بالكامل. قدام الملك هنلاقي صورة لشخص أصغر شوية، برضو على فكرة اسم الملك مرسوم قدام الملك للمرة الثانية، واحنا مش فاهمين بالظبط ليه عمل الحركة دي أو الموضوع ده. هنلاقي الاسم مرسوم في واجهة القصر اللي موجودة فوق بين رأسين حتحور، ولكن هنلاقيه مرسوم مرة ثانية قدام وش الملك، وبرضه هنا احنا ما قدرناش بالظبط نحدد ليه هو كتب الاسم المرة الثانية في المنطقة دي، لكن بنلاقي الشخص اللي قدام الملك على طول هو اصغر من الملك ولكنه اكبر من الاخرين. لو ركزنا شويه هنلاقي الشخص ده اكبر من الناس او الاشخاص الاربع اشخاص اللي موجودين قدامه، وده نقدر نعتبره الوزير اللي موجود وبيحتفل احتفال النصر العظيم مع الملك العظيم نعرمر لتوحيد القطرين. ودايما انا بنقول دي قصه توحيد القطرين، عشان اي حد يسالك يقول لك ازاي مينا موحد القطرين، انت فاهم يعني ايه مينا موحد القطرين، فاهم ان القصه دي بتحكي توحيد القطرين مع بعض، ودي حاجه مهمه جدا في القصه بتاعتنا. تعالوا بقى نبص، هنلاقي الشخص اللي قدام الملك هو ماسك في ايديه الاثنين، لو بصينا هنلاقي حاجتين مدورين كده في ايديه مربوطين بحبل، ونقدر نعرف ان دول ايه، الاجراس، عارفين ضرب الجرس او اللي هو بيعمل نوع من انواع التنبيه للعالم، بيقول ان الملك انتصر في الحرب بتاعته. هنلاقي قدام منه اربع اشخاص ماسكين عصيان طويله جدا مربوط فيها اشكال حيوانات، الشكلين الاولين هم حورس الصقر، وهنا بيعبروا عن بنسميها احنا اعلام النصر، وهنا ماشي بيحتفل بالنصر على شكل الاعلام ديت، وحاطط حورس مرتين، حورس الشمالي وحورس الجنوبي اللي هو اوريدي دلوقتي خلاص حصل على الارضين ووحد القطرين في المنظر ده. المنظر اللي بعد كده منظر جميل قوي وغريب شويه في الرمزيه بتاعته، وهو 10 اشخاص، احنا ما نقدرش نقول عليه جميل على الحقيقه، بس احنا نقدر نقول عليه ان هو منظر مهم معبر، رمزيته عاليه جدا، وهو حاطط 10 نقدر نقول 10 اشخاص بدون راس، محطوطين في الارض، مرسومين بالشكل اللي هم 5 زائد 5، 5 في الامام وخمسه في الناحيه الثانيه او السطر الثاني او اللاين الثاني، هم 2 لاينز، 5 زائد 5، وهنلاقي ان الاشخاص هنا بدون راس، مقطوع الراس، والراس موجوده بين القدمين. طب ال10 اشخاص مقتولين، نقدر نقول ان هم 10 جثث، خلينا نسميهم جثث طبعا. ال10 جثث والرؤوس بين الاقدام هنا بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن ال10 مقاطعات اللي استولى عليهم الملك في الشمال. الناحية الثانية احنا شفناهم 6 على شكل النبات البردي، وواحد في ايد الملك، واثنين تحت رجل في الجزء الاخير وهم بيهربوا، فكده في التوتال هنلاقيهم او في الاجمالي هنلاقيهم 9، لكن لو بصينا هنلاقيهم 10، فاكتملت المقاطعات تحت سطوة الملك. وهو الرمزية هنا هي مش جثث حقيقية على فكرة، هي هنا رمزية بترمز للمقاطعات اللي هو اوريدي استولى عليها، خلاص هم 10. طب ليه من غير راس؟ علشان يقول ان هم ما عندهمش، خلاص ما فيش مقاومة، الموضوع انتهى، هم مش موجودين، خلاص هم في العالم الاخر، هم انتهوا، انا دلوقتي صاحب ملك ومالك هذه الاراضي. اذا كل جثه من الجثث دي بتعبر عن مقاطعه هو اوريدي تم الاستيلاء عليها والسيطره عليها سيطره كامله 100%، ما فيش اي شائبه تشوبها، وبيقول انا خلاص كده يا جماعه سيطرت على الارض كلها. طيب تعالوا بقى نبص الجزء اللي تحت دوت، خلاص احنا هنا ده مشهد الاحتفال، الملك بيحتفل بالسيطرة الكاملة على أرض الشمال، وبيحط وبيلبس فوق راسه التاج الشمالي أو التاج الأحمر. نبص للجزء اللي تحت منه هنلاقي إن الملك بيتحول لحيوان خيالي، وهو شكل الأسد براس طويلة جدا أو بعنق طويل جدا، وراس الأسد من فوق، وبعد كده بيشتبكوا الاثنين في دايرة وبيعملوا دايرة مع بعض.
وهنا بيسموها المكحله او جزء المدور اللي بين الرأسين دول المشتبكتين بيعبر او بيسموه المكحله اللي كانوا بيدقوا فيها الكحل زمان عشان يعملوا الميك اب بتاعهم من الكحل. طيب تعالوا بقى نبص للشكل ده، وعايز يقول ايه من الشكل ده؟ وعايز يقول ان الملك هنا تحول لحيوان اسطوري، لقوه اسطوريه عظمى بتسيطر على الارض اللي تم امتلاكها بالفعل، ولما بتتشد عن طريق الشخصين الموجودين في اليمين وفي الشمال بيشد الراسين فبيضيق الحلقه ديت، فدي سيطره الملك على الارض اللي تم الاستيلاء عليها او ارض الشمال، وقوته وسطوته على ارض الشمال. طيب في بعد كده بقى نبص للمشهد الاخير اللي تحته، وهو الملك بيتحول لثور. على فكره الاسد مش هو علامه القوه في مصر القديمه، يعني دايما احنا بنعتبر الاسد ملك الغابه ده، فبنعتبر ان هو الحيوان الاقوى. لا، الاسد مش الحيوان الاقوى، على فكره الحيوان الاقوى على وجه الارض هو الطور. فهنا هو المصري القديم اوريدي عارف الفكره ديت من 5200 سنه، وهنلاقي لو بصينا لصوره الملك اللي فوق هنلاقيه هو حاطط ديل الثور من ورا. على فكره دي ممكن حد يعتبرها اهانه في الوقت الحالي، ممكن واحد لو شفنا واحد حاطط ديل كده نقول ايه يا عم ده راجل مش الموضوع مش تمام، لكن هو هنا حاطط ديل الثور، وبرده في المنظر اللي الناحيه الثانيه نلاقيه حاطط ديل الثور. ديل الثور هنا بيعبر عن قوه الملك. طيب هو في المشهد الاخير من اللوحه التاسيسيه لتوحيد القطرين بيقول لنا انا الثور العظيم اللي لازم او ان انا بهدد كل اعدائي المستقبليين ان انا هحطم القلاع وهحطم بيوتهم وهحطم مدنهم. وده بنشوفه في شكل الثور وهو بيضرب بالقرون بتاعته القويه جدا القلاع اللي موجوده قدام منه، وبيدهس اعدائه تحت اقدامه او تحت بيسموه اقدام الثور نقدر نقول كده، تحت اقدامه. فهو هنا بيعبر عن القوه المستقبليه، مش مجرد ان هو خلاص احتل الشمال فالموضوع انتهى، لا هو بيهدد كل اعدائه المستقبليين. بصوا انا هعمل كده في بلادكم لو حد حاول ان هو يلمس او يقرب من مقاطعاتي او يقرب من مملكتي. ودي كانت لوحه تاسيسيه لتوحيد القطرين، الملك نعرمر او اللي احنا بنسميها مينا موحد القطرين. اتمنى تكون عجبت حضراتكم، وبعد كده ننتقل لمشهد اخر. شكرا لحضرتك.